كنت جاية بيت أمي وأنا عارفة إني واكلة الجو كالعادة، لابسة الملاية اللف وواثقة في خطوتي، مفيش عين بتقع عليها إلا وتتسمر مكانها. خبطت على الباب بكل قوتي، ما كنتش قادرة أصبر. ريحة تتبيلة السمك كانت ضربة في نفوخي. لقيت سمسم بيفتح لي وهو وشه لوح ومتضايق عشان الفيلم اللي بيتفرج عليه. سمسم ببرود وعين زيغة: ايه يا لولو، التخبيط ده كله ليه؟ هو في كلب بيجري وراكي؟ أنا بصيت له بضحكة دلع وقلت له في سري: ده انت اللي شكلك هيجري وراك ديب يا سمسم. ورحت قايلاله: لا يا عسل، ورايا ظرف. الواد عينه نزلت لتحت وطلع لفوق في ثانية، وقال لي بجرأة ما كنتش متوقعاها من عيل لسه في 20: والظرف ده متشعبط ورا كده ليه يا لولو؟ ده لو وقع هيعمل زلزال في الشارع. ضحكت من قلبي وقلت: هه هه هه، يخرب لذاذة ابنك يا أختي. أختي أم سمسم خرجت من المطبخ وشها عرقان من الزيت، وقالت: معلش يا لولو، سمسم ده لسانه طويل وما بيختشيش. روحي يا حبيبتي غيري بسرعة وتعالي حطي ايدك معايا في التتبيلة عشان نحمر البولتي. رحت داخلة المطبخ وأنا بتمخطر قدامه وهو لسه عينه متثبتة في الشنطة. سمسم بينادي عليا: سيبك من الرز يا لولو، قوليلي ايه الشنطة اللي عندك ورا دي؟ انتي شايلة فيها العزبة؟ أختي راحت خبطاه على كتفه بضحك: سمسم عيب كده، دي خالتك، وبعدين هي حلوة في نفسها ومظبوطة، الله أكبر عليها. أنا لفت له وغمست له غمزتي اللي بتهد جبال وقلت له: سيبيه يا أختي سيبيه، أصل ابنك لسه نونو وما بيختي. ضحكت وقالت لنا: خلصونا يا شوية أوساخ، انتوا جعانين وعايزين نتغدى. أنا في اللحظة دي لما شفت نظرة سمسم وهو متنح كنت حاسة بجوع عينيه، وقلت لنفسي: ماشي يا سمسم، انت اللي بدأت، والسمك النهاردة هيخلي ليلتك لونها وردي. سمسم ده أصغر مني ب6 سنين، وأنا عندي 31 سنة. جسمي مليان بس بعقل يعني، لدرجة لما أقعد بتظهر جنبي بشكل كبير، بياض بزيادة، عينين بجد ممكن تذبحك بنظرة واحدة بس، شعر تقيل. بداية الحكاية معايا الحقيقة يا جماعة إن سمسم ابن أختي ده من صغره وهو الشقي وعنيه زيغة، وأنا كنت عارفة إنه متمرد زيي وما بيحبش خنقة العيلة. يومها لما دخل عليا الأوضة وأنا بغير، شفت نظرة عينيه في المراية، نظرة جوع وإعجاب ما كانتش غريبة عليا من أي راجل برا، بس غريبة إنها تيجي من ابن أختي. ضحكت وقلت لعبه، أصل أنا كمان فيا عرق شقاوة. بس معقولة يا جماعة لسه ما عملتوش لايك؟ يلا يا حبايبي اعملوا لايك، علشان القصة دي فيها درس هتعرفوه في نهايتها، ونكمل الحكاية. وكنت عارفة هي أكتر حاجة شغلة دماغه. المهم نيجي للي حصل بالليل. احنا نايمين على الأرض والجو هادي، وأخته وأمه نايمين في سابع نومة. أنا كنت نايمة ومدياله ظهري وحاسة بكل حركة بيعملها. أنا ما كنتش نايمة نوم تقيل زي ما هو فاكر. في الأول حسيت، بس لما بدأ يحس بالراحة وبدأت إيده تضغط بجرأة عرفت إن سمسم صح. كنت قادرة أقوم واديله بالقلم وافضح الدنيا، بس في حاجة جوايا كانت مستمتعة بجرأته دي. قلت في بالي: وريني يا سمسم هتوصل لفين. فضلت عاملة نفسي نايمة، بس كنت حاسة بكل نفس طالع منه، وحاسة بيه وهو ضاغط على ظهري من ورا اللحاف في الأول، وبعدين بدأت تزيد جرأة. أنا في اللحظة دي كنت بقول لنفسي: يا خبر يا لولو، ده ابن أختك، بس الحرام طعمه حلو، والواد ده طالع ذكر من صغره. وفجأة
رحت لفة وشي ليه بالراحة وأنا مغمضة عينيا نص تغميضة كأني لسه في الحلم، وسمسم اتجمد مكانه وأنا كنت ببتسم في سري ومستنية الخطوة اللي جاية منه. غرقانة في النوم بسبب شخيري الوهمي، فبدأ يتجرأ أكتر. إيده بدأت تزحف براحة. أنا هنا جسمي اتنصب، بس فضلت محافظة على هدوئي. ملي بكل ملي بيرفعه كنت بحس إن الهوا الساقع بيلمس رجلي، وهو بينهج كنت سمع صوت نفسه العالي في ودني كأنه طالع جبل. رحت أنا بذكاء، رحت اتقلبت ناحيته وأنا بتمطع كأني لسه صاحية. يا لهوي على اللي حصل! سمسم اتخشب مكانه كأنه اتكهرب ب220 فولت. كنت حاسة بقلبه بيدق تحت إيدي كأنه طبلة بلدي. رحت مقربة راسي من رقبته وطلعت تنهيدة طويلة، ورحت إني بكلم نفسي في الحلم: أيوة كده يا سمسم، خليك حنين. لما قلتله وريني هتعمل إيه يا بطل، شفت في عينيه نظرة تايهة ما بين الرعب والانبساط. الواد ريقه نشف. رحت مقربة من ودنه قوي لدرجة إن شفايفي لمست طرفها، وقلتله بهمسي خلي الحجر يلين، بس حسك عينك تصحي أمك، ولا تفتكر إن اللي بيحصل ده سهل. انت دخلت عش الدبابير يا سمسم. سمسم كان عامل زي الغريق اللي لقى قشة. في اللحظة دي الجلابية القطن كانت خلاص ما بقتش موجودة في حساباتنا. كنت حاسة عليها الصبح. أنا بقى كنت باردة قوي معاه بجد. كل ما يجي يقرب عشان يبوسني كنت بدير وشي الناحية التانية واضحك ضحكة مكتومة وأقوله: تؤتؤ، مش بالسهولة دي يا برنس، انت لسه ما دفعتش تمن الفرجة بتاعت الصبح. الواد كان هيتجنن وبدأ ينهج وصدره يعلى ويهبط. أنا كنت سايباه يسرح، بس كل ما يوصل لمنطقة الخطر الحقيقية كنت بمسك إيده ووقفها وأقوله بصوت فيه دلع: اهدى يا سمسم، احنا ورانا ليل طويل والسمك لسه ما خلصش مفعوله. وفجأة واحنا في قمة الشد والجذب ده سمعنا صوت كحة من أم سمسم اللي نايمة جنبنا على السرير. سمسم اتجمد مكانه لدرجة إني حسيت إن قلبه وقف عن الدق. كتم نفسه خالص وإيده فضلت محبوسة. أنا كنت بضحك من جوايا على منظره عشان أكتم حركته خالص، وقربت من ودنه وقلتله بهمس يقطع النفس: لو أمك صحيت وشافتك. سمسم بصلي وعينيه كانت بتقول: ارحميني. وأنا في اللحظة دي عرفت إني خلاص سيطرت عليه بالكامل. فضلت سايباه كده متعلق بين السما والأرض، لا هو عارف يكمل اللي بدأه ولا هو عارف يهرب من فيه النار. أول ما أمه سكتت تاني ورجعت في النوم، سمسم طلع نفس طويل كأنه كان غطسان تحت المية. بصلي ونظراته كأنه بيقولي: خلاص بقى ارحميني. أنا وإحنا في وسط المعمعة دي رحت ماسكة إيده فجأة ووقفتها. سمسم بنهجان: في إيه تاني يا لولو؟ حرقتي دمي. أنا بدلع: من غير ما تخلص، عايزة أحس بيك وانت بتتعذب بيا طول الليل، وعايزة أشوفك بكرة الصبح وانت بتبص لأمك وانت شايل السر ده في عينيك. الواد كان هيتجنن بس كان مجبر يوافق. فضلنا طول الليل في وضع الانتظار الصعب، بس مفيش نهاية. كنت بتفرج على تعذيبه وبستمتع بكل رعشة في جسمه. بعد ما الكل مشي والبيت رجع لهدوءه، بصيت لسمسم ولقيته واقف زي التايه، عينيه مش بتنزل من عليا وكأنه لسه مش مصدق اللي حصل طول الليل. رحت مقربة منه بخطوات واثقة، وريحة البرفان بتاعي كانت بتملى المكان، وقلت له بضحكة خبيثة: ايه يا برنس،
لسه واقف مكانك؟ ده أنا قلت إنك متحرر وهتسبقني على الحمام. سمسم بلع ريقه وقال بصوت مهزوز: لولو، انتي ناوية على ايه؟ أنا مش حمل اللي بتعمليه ده. ضحكت وقلت له: ناوية على كل خير. ادخل خد دش يبرد جسمك ده، وأنا هحصلك عشان أساعدك في دعك ظهرك. دخل سمسم الحمام، وبعد 5 دقايق دخلت وراه. البخار كان مالي المكان، والجو مغيم لدرجة إننا مش شايفين بعض غير خيال. رحت قفل الباب ورايا بالمفتاح، وصوت تكة القفل كانت هي صوت المية يغطي على سمسم. كان زي اللي لقى كنز مدفون بقاله سنين، وأنا كنت البحر اللي بيغرق فيه بمزاجه. في اللحظة دي العلاقة وصلت لأعلى مستويات الاندماج، بس في إطار من السرية والتمويه. بعد فترة البخار بدأ يهدى والمية بردت شوية. خرجنا من الحمام واحنا بننهج، وبصينا لبعض في المراية المليانة مية. سمسم كان وشه منور بانتصار، وأنا كنت حاسة إني كسرت كبرياء الواد المنحرف ده وامتلكته للأبد. قلت له وأنا بلف الفوطة على شعري: مبروك يا سمسم، انت النهاردة بقيت راجل بجد. بس السر ده لو طلع برا الحمام، انت عارف ان لولو ممكن تعمل فيك ايه. سمسم باس ايدي وقال: ده سر هينزل معايا القبر يا لولو. هو من يومها والموضوع بقى عادة بينا. كل ما البيت يفضى أو أمه تروح مشوار، يجيلي سمسم عشان يصلي، وبتمتع بشبابه، وعارفة إن السر ده هو اللي مربطه جنبي زي الخاتم في صباعي. ودي كانت حكايتي مع سمسم ابن أختي، وعارفة إنكوا هتلوموني، بس الحب والشوق ما بيعرفوش لحد قرايب. هنا يا حبايبي خلصت حكاية لولو وسمسم. بس الحقيقة الحكاية دي وجعت قلبي وأنا بحكيها. أنا هنا عايزة أقف وقفة صريحة معاكم. أولاً، أنت يا لولو أنت ست ناضجة وكبيرة، والمفروض إنك خالة، يعني في مقام الأم، مش فخ يقع فيه شاب لسه بيفتح عينه على الدنيا. اللي عملتيه ده مش شطارة ولا دلع، دي خيانة للأمانة، وخيانة لأختك اللي مأمناكي على بيتها وابنها. انتي كسرتي براءة ابن أختك وشوستي فطرته لمجرد نزوة عابرة. وانت يا سمسم، يا ابني الرجولة مش انك تتشطر على خالتك ولا تمد ايدك على لحمك. اللي حصل ده سم في عسل، وهيجي يوم والسر ده يكسر عينك ويذل كرامتك قدام نفسك. نصيحتي ليكم يا جيش: قصص البيوت أسرار والأهل أمانة. حافظوا على ولادكم وعلموهم إن في خطوط حمراء ما يتعدوهاش حتى مع أقرب الناس. الفراغ واللبس اللي ملوش لازمة والهزار التقيل بين القرايب هم اللي بيوصلوا للكوارث دي. اللي حصل لسمسم ولولو ده درس لكل أم تاخد بالها، ولكل خالة تعرف مقامها. أتمنى تكون الحكاية دي عبرة، ومستنية أشوف هجومكم أو رأيكم في التعليقات.